السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حلويات إيمان. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله، نتوما وليداتكم وعائلتكم وكل ما عز عليكم. فيديو جديد، وصفة جديدة غادي نشارك معكم في الاقتراح ديال هذا الفيديو. غادي نشارك معكم واحد جوج مركزات ديال العصير اللي غادي ينفعوكم ان شاء الله. في يو هكا في واخا ماشي في رمضان، واخا يوميا تقدروا تحتفظوا بهاد المركزات في المجمد ديالكم وتبقاو تديروا بهم العصير فوق ما تشهيتوه ولا فوق ما بغيتو. المهم انا غادي نتقاسم معكم طريقتي في الخدمه ديال هاد المركزات. وكما قلت لكم اول حاجه تقديت الليمون، مهم على حساب داكشي اللي الاستطاعه ديالكم، بغيتو كميه كثيره بغيتو كميه قليله. انا هنا جبت 2 كيلو، اللي جبت غير باش نوريكم الطريقه باش كنخدم. من بعد الى رخص ان شاء الله وسهل الله الامور ونزيدو عاوتاني الليمون ونخدموه. المهم انا غير الهدف ديالي هو انني نشاركو معاكم في الفيديو. صافي، وجبت 3 كيلو ديال الحامض. اول حاجه غسلت الليمون، غسلت الحامض، حكيت مزيان ديك القشره ديال الحامض باش يخرجوا منه دوك نقيطات الكحل اللي تيكونوا فوقو بالشتاء مزيان. والمهم الا كانت عندكم الوقت نتوما وما مزروبينش، ديروا الليمون ديالكم والحامض وقطيرات ديال الخل وخليوهم في البانيو ليله كامله باش يتعقم لكم، يتعقموا لكم مزيان مزيان. صافي، هذا ما كان هادشي اللي درت بالنسبه لهاد الفلفله. مازال الفيديو الجاي ان شاء الله نتقاسم معكم شنو درت بها. غير كانت حتى هي من ضمن من ضمن الخدمه اللي كانت في داك النهار، من ضمن الروتين داك الشيء باش تصورات مع الفيديو. صافي، المهم الصراحه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الا عجبكم بحال هاد الانواع ديال الفيديوهات خليو لي تعاليق وديروا لايك البنات. اللايك الله يحفظكم. اللي تفرجات في الفيديو ما خسرت والو دير لايك، راه تلقى بزاف د المشاهدات، ولكن اللي لايك والو ما عرفتش علاش. واش المهم واش ما عرفتوش فين كاين اللايك نوريه لكم ولا ما فهمتوش، ولا كتفرجوا غير هكاك، ولا ما بغيتوش ديروه. المهم الله اعلم وصافي. وشكرا للمجموعه اللي كتحط لي تعاليق. الله يكبر بكم ويسهل عليكم كل ما صعاب. وبلا ما نطول عليكم في الهضره غادي ندوزو للطريقه ديال مركز الحمض. اول حاجه غادي نحك ديك القشره الفوقانيه ديال الحمض، ما نوصلش للقشره البيضاء، غادي نحك غير ديك الفوقانيه. تنسالي الكميه كامله اللي عندي. صافي، من بعد اني ساليت الحمض. هانتوما كتشوفوا تيحافظ على اللون ديالو، واحد الريحه طالعه في الكوزينه ما شاء الله. الليمون والحمض تتحماق انا على الريحه ديالهم. وبالنسبه للسنيده راه درت هنا بالنسبه ل 3 كيلو ديال الحمض، درت انا هنا كيلو وشويه ديال سنيده. صافي، من بعد هذاك الحامض غادي نعصرو كامل عصير. المهم راكم عارفين عصرته غير في العصاره العاديه، ما عنديش هذيك ديال الضو. ايوا خدا مني شويه ديال الوقت، كرفسني صراحه، ولكن ماشي مشكل. هاني بديت كنعصر فيه. غادي نجمع هذا العصير كامل وغادي نخلط داك المبشور ديال الحامض، القشره ديال الحامض مع سنيده مع داك العصير ديال الحامض اللي عصرت. وبالنسبه لهاد البقايا ديال القشور ديال الحامض اللي تتشوفوا ما غاديش نلوحها. من بعد غادي نقول لكم اش بغيت اش غادي ندير بها. صافي، غادي نستمر على هاد الطريقه حتى نسالي جميع الكميه اللي عندي ديال الحامض. الصراحة هاد المركزات واعرين لا في المذاق ولا تيعاونوا، تيسهل عليكم وبالاخص في رمضان تيسهل عليكم تحضروا العصائر بدون بلا ما تعكزوا بلا والو. والحاجه مني تتوجديها وتديريها في الكونجيلاتور عندك ولا تتوجديها على اتساع، راه تديري بحال الا ديك الخدمه ما درتيهاش، بحال الا ربحتي الحاجه. هادشي اللي كاين. المهم الحامض راه ما غاليش بزاف صراحه هاد الوقيته، واخا راه كيوصل القل
من هذا الثمن باش ديته، ولكن صراحة هاد الساعة كلشي غالي، الله يرحمنا برحمته ويجيب التيسير والرزق لكل واحد. المهم هاد القشور راني درتهم في الميكا حيتاش ما عصرتش العصير في هذيك العصاره ديال الضو، مازال اللب ديال الحامض لاصق في القشره. يعني ملي كتنبغي ندير هكا العسل وما تيكونش عندي الحامض موجود وتنعكس باش نخرج نجيبو، ندير واحد جوج حامضات ولا ماشي مشكل، غير باش يهرس ليا ديك الحلاوه ديال العسل. ومازال ان شاء الله نتقاسم معكم العسل وكل شيء. لهلا يعكس الامور، الله يجيب غير الصحه والسلامه. صافي من بعد ما ساليت الحامض كامل عصرته، غادي نخلط في واحد البول اللي واسع شي شويه. غادي نخلط هاد المبشور ديال الحامض مع سنيده، وغادي نزيد عليه داك العصير. صدقوني يا البنات، هاد العصير هاد المركزات كيجيو واعرين في المذاق، تتخدمي بهم العصائر صراحه تيجيو فنين في المذاق. صافي غادي نزيد العصير ديال الليمون، راه ما كنزيد لا ما لا والو، غير العصير ديال الحامض عفوا. صافي وغادي نخلط، كل مره ندور نخلط شي شويه، المهم كل مره نضرب دوره ونخلط، وغادي نخليه ليله كامله حتى لا غط لي عاداش، باش غادي نصفيه ونديرو في العلاب وغادي ندخلو للمجمد. صافي يعني هذه هي الطريقه، باش كل مره تخلطوا شي شويه تحركوا باش هكا يدب لكم ديك السنيده وتندمج لكم مع دوك القشور مع العصير. صافي دابا غادي ندوزو للمركز ديال الليمون. المركز ديال الليمون نفس الطريقه باش خدمت ديال الحامض. غنحك عاوتاني هاد القشره الفوقانيه اللي رقيقه كامله حتى نسالي هاد الكميه كامله اللي عندي. صافي ومن بعد المهم كما قلت لكم راه نفس الطريقه. مازال ان شاء الله نتقاسم معكم كما قلت لكم مركزات وحدين اخرين، اي حاجه درتها راه غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله. وهذا المركز راه ماشي اول مره صراحه نصاوبو، راه غير اول مره نصورو وصافي. اما راه تيكون عندي في الاغلبيه تيكون عندي هذا المركز ديال الحمض والليمون بالاخص، اما الاخرين ما تنديرهمش بزاف. صافي من بعد ما ساليت غادي نخوي عليه ديك السنيده، وغادي ندوز نعصر الليمون، عصير الليمون كما قلت لكم راه نفس الطريقه. صراحه هذيك العصاره ديال الضو ديال الليمون راه كتعاون بزاف، زوينه الصراحه في الخدمه ديالها. غادي ناخذها حتى انا ان شاء الله. اما هاد العصاره راه تتكرفس شي شويه في الخدمه ديالها، بالاخص ماشي الغرف ديالها، غير شي زلافه هادي فاش فاش لصقتو. من بعد ما ساليت الكميه كامله ديال العصير غادي نخلطو مزيان مزيان، وغادي نخليه على جنب بحال المركز ديال الحامض. مره مره نحركهم باش كما قلت لكم تذوب لينا ديك السنيده. صافي غادي نخليه الليله كامله حتى الصباح ان شاء الله عاد باش صفيتو. صراحه تيجيو واحد المركزات رائعه، حتى اللون ديالهم ما كيتبدل ما والو، واخا يبقاو في المجمد مده طويله ما تيوقع ليهم والو. وبالنسبه اللي ما عندهاش البلاصه في المجمد وبغات تحتفظ بهذا المركز على برا، غير تغليه وديرو في قراعي ديال الزاج وتغطيه مزيان، تسد عليه، راه ما غيوقع ليه حتى شي حاجه، راه تيبقى هو. واللي عندها البلاصه في المجمد من الاحسن. من بعد غادي نصفي هاد المركزات كاملين، غادي نصفيهم في ديك الصفايه
هاد الصفايه اللي تتشوفوا. وهاد اللب هذا اللي غادي يشيط لينا، اللي هو القشور ديال الليمون والقشور د الحامض، ما غاديش نلوحوهم، غادي نحتفظ بهم هكا. الا بغيت نسم بهم شي حاجه بحال الكيكات، البسبوسات، بزاف ديال الحوايج، المهم ما غاديش نضيعوهم. صافي. نفس الطريقه بالنسبه للمركز الثاني، نصفيه ونعمرو هكا في بلاستيكات. نتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم، الى عجبكم هاد الفيديوهات التحفيزيه اللي كيعاونوا المراه في الكوزينه على الوقوف باش ماشي كل مره توقف تصاوب شي حاجه، راه تيعاونوا بزاف هاد المركزات وبزاف ديال الحيل وافكار المنزليه كاينين عندي. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات خليوها لي في التعاليق وغادي نزيد نشاركهم معكم ان شاء الله. وبالنسبه للشكل النهائي ديال هاد المركزات هو هذا الشكل ديالهم النهائي. ندوزو باش نحضروا واحد المعجون ديال الثوم مع صلصه ديال الفلفله الحمراء. تابعوا معايا الفيديو حتى للتالي. اول حاجه جبت الثومه ديالي، رقدتها في الماء واحد الساعه باش هكا يسهل عليا نقشرها. من بعد عندكم الوقت خليوها اكثر ماشي مشكل، غير ملي تبغيو تخدموها نشفوها مزيان، ما تبقى فيها حتى شي قطره ديال الماء عاد باش طحنوها. المهم تابعوا معايا الفيديو حتى للتالي باش تفهموا الطريقه ديال الخدمه ديال هذا المعجون اللي تيجي اكثر من رائع. هاد الثومه تجي واعره، جربوها واكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي ندوزو للصلصه ديال الفلفله الحمراء. كما تشوفوا جبتها غسلتها مزيان وخليتها 6 قطرات ونشفات من الماء، وغادي نصاوبها. اول حاجه غادي نقيها من ديك الزريعه ديالها وهذاك القشور البيض اللي تيكونوا في الوسط كامله حتى نقيها. ماشي مشكل واخا تلقاو الفلفله معوجه ولا شي حاجه، المهم هو الفلفله تكون حمراء وصافي، وتكون من طبيعه الحال مازال جديده. صافي غادي نصاوبها مزيان وغادي نقطعها الشرائح، ماشي مشكل يكونوا كبار ولا صغار، المهم على حسب. حيت انا غادي نديرها تفور، غادي نحطها في الكسكاس تفور حتى تطلع معاها الغليه مزيان ونقيسها ونلقى راه طابت. وغادي نزيد معاها شي حاجه باش نسموها. هنا انا راه درت الثومه، نتوما الا عندكم وراق ديال سيدنا موسى ديروه في الماء باش هكا داك البخار يطلع فيه الريحه ديال الورق ديال ورقات سيدنا موسى. صافي. غادي نصاوب الثومه كما تشوفوا، غادي نديروها في الكسكاس. نتمنى ان شاء الله الفكره تكون مفهومه، واخا الهضره ديالي المهم ليسونسيال هو انكم تفهموا الفكره ديال الخدمه ديال هاد المعجون وهاد الصلصه والمركزات وكل شيء. اي استفسار او سؤال خليوه لي في التعليق، مستعده مرحبا نجاوب عليه. صافي من بعد ما ساليت درت هاد واحد 3 ولا 4 ديال الروز ديال الثومه. المهم بالنسبه للكميه ديال الفلفله راه درت هنا كيلو، هنا راه درتها نتوما كتشوفوا. من بعد ما طابت غلات مزيان، تفورات مزيان، غادي نديرها في الهاشوار. الحمد لله مزيان، عندي الهاشوار ينوكس، واخا طحنوا فيه الحاجه مازال سخونه ما تيوقع ليه حتى شي حاجه. صافي غادي نطحنوه هاد الفلفله مزيان. صافي من بعد غادي نخويوها في واحد المقله وغادي نشحروها، وغادي نزيدوا لها بالنسبه للعطريه اللي غادي نزيدوا لها، غادي نزيدوا غير الملحه والزيت البلديه. صافي وغادي نردوها فوق البوطه ونخليوها تغلى. خليوها تغلى تشحر مزيان باش داك الماء يخرج منها، باش ما تضيع لكمش الا خليتوها برا ديال الكونجيلاتور. صافي كما تشوفوا هاني زدت هنا الملحه والزيت البلديه، هادو هما جوج حاجات اللي زدت. صافي
نتمنى ان شاء الله الفكره تكون وصلتكم. صافي، هاد الصلصه غادي نخويها في القرعه اللي عقمتها من قبل، ندخلها للمجمد. نتوما ما عندكمش البلاصه في المجمد ولا ما معقمينش عندكم القراعي، ممكن تحطوها غير في الثلاجه، ولكن ما تحطوا ما تفوتوا لهاش 20 يوم ولا شهر باش هكا ما تضيع ليكمش. وهاد الصلصه راه تزيد تضيفوا لها الزعلوك، تكتوكه، اي حاجه بغيتو تدخلوا فيها اللون وداخله فيها الفلفله الحمراء في الوصفه، راه غادي تدخلوا فيها هذا المركز وتقدروا تعوضوا بلاصه التحميره. ديروا هذا المركز الا مبغيتوش ديروا شي مواد حافظه هكا. صافي، راه اللون ديالها تيجي ما شاء الله، واحد اللون ما نقول لكمش. وغنخوي نكب لكم واحد شويه، واحد المعلقه في طبيسيل ابيض باش هكا يبان لكم اللون والقوام ديال هاد الصلصه. راه تتجي خاتره ومن طبيعه الحال بنينه. ها انتم تشوفوا. بالنسبه للثومه اني نقيتها كامله، راه جاتني ساهله دابا حيت راه رقدتها في ساعه قبل في الماء. من بعد راه غادي نطحنها في الطحانه العشوار. والاضافات اللي غادي ندير لها الثوم من بعد ما منين نقيها مزيان، راه غادي نضيف ليها واحد 2 طريفات ديال الحامض المصير اللي تقسمت معكم في القناه. هانتوما تشوفوا اللون ديالو، غادي تشوفوه ما تبدل ما والو. راه حيت واحد القرعه حيتها بديت فيها واخا مازال ما ولاش ما تصيرش، تيعجبني نضيفو في هكا في شي طريف في الطاجين ولا شي لوبيا هكا، ولا المهم القطنيات ملي تنديرهم ولا زعلوك، ولا المهم غادي نضيف هاد الطريفات في الثومه وغادي تعطيني واحد الصلصه او المعجونه وفن في المذاق. ديروه في الشرموله د الحوت، ديروه اي حاجه مطلوب فيها الثومه والحامض دخلوه فيها، وحتى باش تنصبوا راه ديروا شويه ديالكم، شويه ملي تبغيو تنصبوا هكا للدجاج. صافي، غادي نزيد شويه ديال الزيت والملحه فقط. هادو هما التتبيلات اللي غادي ندير لهاد الثومه، وغادي نطحنهم مزيان وغادي نعمرهم في بواطه البلاستيك، وغادي نخوي من الفوق الزيت البلديه وندخلهم للمجمد، ولا نخليه لا شي حاجه قليله خليوها غير في الثلاجه باش تقضي، وراه ما البرد دابا ما تضيع لكم ما والو. نتمنى الفيديوهات كاملين والوصفات ينالوا الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه، والى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله. وكما قلت لكم اللايك البنات، الله يحفظكم ويسهل عليكم، ولي كومونتير الزوينه اللي كتحطوا لي، حطوا لي تعاليق الى عجبكم بحال هاد الوصفات باش نزيد نتشجع ونحط لكم وصفات اخرين ونشارك معكم الحيل والافكار المنزليه باش هكا تساعدكم من كثرت الوقوف في الكوزينه كما قلت لكم، وتسهل عليكم الشهيوات في كوزينتكم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.